بص يا صديقي، انا عارف ان انت خلاص على اعتاب النهايه وحاسس ان الرحله خلاص بتنتهي، وعارف التخبط اللي انت فيه ما بين المواد لسه بتخلص، وان احنا بنبدا نحل امتحانات وشوامل ودرجات الشوامل مش احسن حاجه. طب نبدا نحل الجزء الاول ولا نحل شامل الاول؟ طب ابدا اراجع الاول الماده كويس كلها وبعدين ابدا احل، ولا اراجع حته حته واحل؟ طب اعمل ايه بالظبط وحاسس ان الوقت خلاص بيجري منك وفاضل شهرين على الامتحان، وفي نفس الوقت لازم تنجز وتخلص كل الحاجات دي؟ لان خد بالك، دي اهم وافضل فتره هتذاكر فيها، واهم وافضل فتره لازم تذاكر فيها كويس، لان النهايات دي هي اللي بتفرق. ممكن واحد طول السنه كويس في الفتره دي ما يجتهدش خلاص، واحد طول السنه نص نص في الفتره دي لو اجتهد هيجيب احسن حاجه. وانا في الفيديو ده عايز اقول لك اهم الحاجات اللي تقدر تعملها في الفتره دي، عشان الفتره دي وقتها قليل ولازم تستغلها استغلال صحيح بنسبه 100%، عشان تعرف تخش الامتحان وانت واثق ان الدنيا ماشيه تمام ان شاء الله. والفيديو ده ممكن يبقى طويل شويه ومش اي حد هيكمله، بس اللي هيكمله بس اللي عايز يجيب ال 96% واكتر واحسن كمان. فلو انت مش عاوز تقدر تقفل الفيديو. بالظبط لما فكرت لقيت الموضوع عباره عن كام نقطه كده مهمين جدا لازم تستغلهم وتفكر فيهم في الفتره دي، وطبعا من اول السنه، بس الفتره دي طبعا اهم لان هي خلاص دي النهايه. اول نقطه معانا وهي نيتك. انا لما جيت افكر ليه في حاجات كتير بنسوفها وما بنكملهاش، لقيت هو سبب من الاثنين. يا اما السبب الاول ان النيه والهدف مش واضح، يعني مثلا انا عاوز احفظ القران بس ما عنديش نيه، ما عنديش هدف واضح. يعني انا مش عارف انا عايز احفظ ليه، انا عايز احفظ بس مش عارف انا عايز احفظ ليه، مش حاطط نيه، مش حاطط هدف للموضوع. والسبب الثاني ان مفيش تايم ليميت، يعني مفيش وقت محدد للموضوع. يعني انا مثلا بقول انا عايز اذاكر، عايز اخلص، عايز اطلع الاول. طب هل انا حاطط تايم للمذاكره ولا خلاص طول اليوم بذاكر؟ لا. فهما سببين بيخلوك تسوف، يا اما انت مش محدد هدفك فعلا بجد، يا اما انت مش محدد وقت محدد للشغله دي او للحاجه دي. فاولا كده انا عايزك تحدد نيتك، انت ليه عاوز تنجح في ثانويه عامه، او ليه عايز تجيب الدرجه دي؟ ليه مثلا مش عايز تجيب 70%؟ ممكن مثلا واحد نيته ان هو عايز يشتغل شغلانه كويسه ويجيب فلوس كويسه فيعرف يعيش حياه مستقره. واحد تاني نيته ان هو عايز يفرح اهله ويسعدهم. ولو دي بس النيه فكفى، والله يا صديقي كفى. دي ممكن تكون نيه من اعظم النيات اللي ربنا يوفقك بيها، ان انت عايز تبر والديك. وتخيل كده يوم النتيجه واهلك بيبكوا من الفرحه وانت بتبكي من الفرحه. والله يا صديقي ده من احسن الايام اللي هتعدي عليك فعلا صدقا. والله يوم فرحه اهلك ده انت بتبقى يعني في حته تانية. انا بالنسبه لي ده من اسعد الايام اللي عدت عليا في حياتي بجد صدقا يعني. وكل التعب اللي انت فيه ده هيزول ومش هيبقى غير النتيجه. يعني انت لازم تذكر نفسك كده كل شويه وانت تعبان، نايم مش نايم كويس، قايم بدري عشان تذاكر والناس نايمه، ان كل التعب ده سيزول، والله كله سيزول ومش هتبقى غير النتيجه بقى اللي انت تعبت وشقيت وجبت درجه فعلا، ولا كنت بتدلع طول السنه. لما بيجوا الاوائل الجمهوريه او اي حد نجح في الثانويه يعني وجاب درجه كويسه ويسالوه هل فاكر اي حاجه من التعب اللي انت كنت فيه، او اي حاجه من الارهاق، او اي حاجه من الدرجات الوحشه اللي انت كنت بتجيبها؟ فعلا بيجيبوا درجات وحشه. يعني ما تبقاش فاكر ان اللي طالع الاول على الجمهوريه كانش بيجيب درجات وحشه، لا كان بيجيب. ما تبقاش فاكر ان اللي جاب 96 و97 ده كان طول السنه بيجيب درجات حلوه وما بيراكمش، مفيش الكلام ده. كلنا كنا بنراكم وكلنا كنا بنجيب درجات وحشه. بس الفكره انت بعد ما بتراكم بتعمل ايه؟ بترجع وتلم وتعيد وتبقى احسن من الاول ولا لا؟ بعد ما بتجيب درجه وحشه بتقول خلاص هستسلم، ولا بترجع وتقول لا هجيب احسن منها؟ هي دي النقطه. ممكن واحد تاني يبقى هدفه ان هو عايز يخش كليه معينه، فكل واحد فينا هدفه مختلف. انا مثلا هدفي كان ان انا اجيب درجه حلوه جدا في ثانويه عامه، ما كانش هدفي كليه معينه الحقيقه. انا طبعا كنت عايز اخش كليه طبيه سواء طب او اسنان، بس كان هدفي ان انا اجيب درجه كويسه. ليه؟ انا بالنسبه لي النجاح في ثانويه عامه هي مرحله لوحدها كده. النجاح فيها ان انا اجيب درجه فيها كويسه، مش النجاح فيها ان انا اخش كليه معينه. يعني انا لو جبت درجه كويسه وبعديها عايز اخش اي كليه تانية حتى لو بمجموع اقل، ده كده بالنسبه لي نجاح. يعني مش النجاح ان انا اخش الكليه، لا، النجاح ان انا اجيب الدرجه في الفتره دي. وكان قدامي كده نصب عيني طول السنه وانا بذاكر اللحظه اللي هجيب فيها الدرجه ان شاء الله، وهفرح اهلي وهبقى مبسوط وهبكي من الفرحه في اليوم ده والحمد لله، وتسجد شكر لله في اليوم ده. وكنت كل ما اريح او اكن او اقول لا خلاص مش قادر تعالى ننام، افتكر اللحظه دي. والله بجد كنت بفتكرها قدام عينيا كده. يوم النتيجه هيبقى عامل ازاي؟ هل هيبقى فرحه وسعاده والناس بتبكي من الفرحه، ولا هيبقى حزن ويا ريت اللي جرى مكان وكده يعني؟ فاللحظه دي كانت بتصبرني وكانت بتصبر ناس كتير. والحاجه التانية اللي كانت بتصبرني نيتي الواضحه وان افرح اهلي. فلو اللحظه دي كمان هي اللي بتصبرك اكتب لنا في الكومنتات وقول لي انا مش لوحدي. ودي اول واهم نقطه معانا. تاني نقطه وهي طريقه مذاكرتك. مهم جدا تكون بتذاكر صح. يعني ولا اللي بيذاكر بحفظ بس هينجح وهيجيب درجه كويسه، ولا اللي قاعد بيفهم بس وما بيحفظش هيجيب درجه كويسه. ثانويه عامه ليها معادله كده، في حاجات كتير جدا لازم تحفظها وتبقى حافظها كويس جدا، وفي حاجات لازم تفهمها كويس لان هي ما بيجيش عليها اسئله عباره عن حفظ، بتيجي على اسئله فهم صافي يعني. وكل ماده ليها طريقتها.
مش كل المواد بتتذاكر زي بعضها، يعني الانجليزي مش بيتذاكر زي الكيمياء. وعشان كده انا عملت لك فيديو لكل ماده، وان شاء الله هينزل الفتره الجايه فيديو ازاي تذاكر كل ماده وتذاكرها منين وتحل عليها كتب ايه بالظبط في الفتره دي. عشان توصل لك الفيديوهات دي اعمل سبسكرايب وفولو للقناه عشان توصل لك كل الفيديوهات دي. وانا شايف من وجهه نظر ان في 5 قواعد مهمين جدا فرقوا معايا في طريقه مذاكرتي. اول طريقه هي ان انت تذاكر يوم بيوم. دي كانت فارقه جدا. انا اول شهرين او اول 3 شهور في ثانويه عامه ما كنتش بذاكر كده. يعني مثلا احنا كان عندنا نظام ان الدرس يومين في الاسبوع، فمثلا حد واربع، فاخد الماده يوم الاحد، فخلاص اذاكرها يوم الاحد يوم الاربع الصبح قبل ما اروح الدرس الثاني. يعني انا خدت مثلا درس يوم الاحد عربي، الحصه الجايه هتبقى يوم الاربع، فبذاكر درس العربي يوم الاربع الصبح قبل الدرس على طول. ودي كانت غلطه، لما غيرتها فرقت معايا 180 درجه. الحاجه تاخدها تروح تذاكرها فورا. وده ليه؟ ده لكذا سبب. السبب الاول ان الحاجه بتبقى لسه حاضره في ذهنك، فتقدر تذاكرها في وقت قليل، وتقدر كمان تخليها تثبت بسرعه. وده السبب الثاني، هتثبت بسرعه وهتبقى حافظها كويس. السبب الثالث ان نفسيتك هتبقى مرتاحه. انت يعني ايه، خدت الحاجه رحت ذاكرتها، صحيت تاني يوم الصبح انت ما عليكش مذاكره بقى، انت هتقدر تزود وتذاكر حاجات جديده، تحل كتاب جديد مثلا. لكن انت لما بتفضل راكنها قدامك ليوم الاربع بتبقى فاهم، حاسس ان في عتق، في حاجه كده على دماغك، في حاجه على كتفك. تاني حاجه انك تحدد وقت مذاكرتك. دي بالنسبه لي فارقه 100%. انا شخص بحب اذاكر الصبح، وغير ان انا بحب اذاكر الصبح انا بشوف ان التركيز الاعلى بيبقى الصبح، والشمس طالعه كده والكورتيزون عالي والدنيا حلوه. فكنت محدد ان انا مثلا بذاكر الصبح لحد الظهر او لحد بعد الظهر. ده البلك الكبير بتاع مذاكرتي، دي اهم جزئيه في مذاكرتي، دي اللي بذاكر فيها اغلب الحاجات واغلب الحاجات بتاعت اليوم. بعد كده بقى بتبدا تنزل لو وراك درس، لو هتروح الجيم، لو وراك حاجه، وترجع طبعا بيبقى ليك كام ساعه تانيين مذاكره بالليل. بس في الفتره الاخيره دي طبعا انت هتبقى بتذاكر طول اليوم غالبا، لان اغلبيه الدروس انت خلاص قعدت منها، فهتبقى بتذاكر من الصبح للظهر، ده اول فتره، بعدين تريح شويه بعدين تكمل لحد بالليل تاني. وعايز اقول لك ان في الفتره دي انت هتذاكر اكتر وقت مذاكره ذاكرتوش قبل كده، وانت مش هتبقى متوقع ان انت بتذاكره. يعني انا اذكر ان في الفتره دي انا كنت بذاكر من 12 ل 14 ساعه عادي، بس انا ما كنتش بقعد افتح تايمر واقول انا هذاكر كذا. يعني انا ما كنتش بعمل كده، لا، وانا بقعد اذاكر واخلص الحاجات اللي ورايا الاقي نفسي ذاكرت العدد ده. يعني الاقي نفسي من ساعه ما صحيت الفجر لحد ما نمت بالليل ما اروحش في اي حته، انا ما خرجتش من اوضتي غير لوقت الصلاه، نزلت صليت وطلعت. تالت نقطة مهمة بقى في طريقة مذاكرتك، انك تحدد مكان مذاكرتك ويبقى مكان مذاكرتك مرتب. الشخص اللي شوية بيذاكر على السرير، وشوية بيذاكر على الكنبة في الصالة، وشوية بيذاكر في اوضة اخوه، وشوية قاعد بيتنطط ويذاكر في الحمام، ده مخه بياخد وقت كبير جدا عشان يخش في مستوى التركيز العالي ان هو يقدر يذاكر. انت تقدر تضحك على مخك. ازاي تقدر تضحك على مخك؟ انت لو متعود تذاكر في مكان واحد، اول ما تقعد في المكان ده مخك هيترجم تلقائيا ان احنا داخلين نذاكر. مش هتضطر تتعب ان انت تفهمه ان احنا بنذاكر فتاخد وقت عشان توصل لمستوى التركيز الكويس، هو هيبقى فاهم من نفسه. لكن للاسف لما بتقعد تغير مكان مذاكرتك مخك ما بيبقاش عارف انت هتعمل ايه. يعني انت متعود انك على السرير تنام، فالمفروض اول ما بتخش على السرير دماغك بتفهم ان احنا هننام، فبتبدا تفرز الهرمونات اللي بتساعدك على النوم، فتيجي انت تمسك الكتاب فمخك ما بيبقاش عارف احنا بنعمل ايه. وكمان لازم يكون مرتب ونظيف. يعني انت ما ينفعش تبقى قاعد على المكتب في 50 كتاب على المكتب، لا، كتاب واحد بس اللي انت هتذاكر منه. ما ينفعش يبقى فيه فوضى في المكتب، لازم يبقى قدامك الكتاب اللي هتذاكر منه، ولو قدامك اللاب او الايباد بتسمع محاضره فقط، والمكتب قدامك يبقى نظيف ومرتب، والاوضه اللي انت فيها مرتبه. ده كله بيفرق جدا. رابع حاجه، خليك منظم ومحدد. يعني مثلا هذاكر الصبح الساعه 6 للساعه 10 عربي، وهحل كتاب كذا هحل فيه 100 سؤال. محدد بالوقت ومحدد بالتاسك اللي انت هتعملها. لو سبت الموضوع مفتوح ان انا بكره هذاكر عربي، الموضوع مفتوح وعايم جدا، دماغك مش هتترجم احنا فين، وهتصحى الصبح بتفكر طب اذاكر بقى عربي من الكتاب ده، طب ولا اذاكر الكتاب ده، طب ولا اعمل ايه بالظبط. نبدا نسمع المحاضره الاول، ما ترهقش دماغك ان هي تفكر الصبح، لا، انت بالليل قبل ما تنام مرتب انت بكره هتذاكر عربي الماده كذا الدرس كذا، هتحل على كتاب كذا 100 سؤال، خلاص انت محدد، وهتذاكرها من الساعه كذا للساعه كذا. فاول ما الساعه مثلا بتدق 6 لو انت متفق على الساعه 6 او يعني مرتب ان انت هتذاكر الساعه 6، دماغك خلاص بتبدا ان هو احنا دخلنا في وقت الشغل، وتبدا تركز عشان تبدا تشتغل. فخليك محدد. وبرده نقطه تانية مهمه، ان انت لو ما بقتش محدد دماغك هتفضل تاجل طول اليوم وتسوف. وده النقطه اللي احنا قلناها في اول الفيديو، ان انت لازم تبقى محدد في كل حاجه وعامل تايم ليميت للموضوع. يعني انت لو قلت هذاكر بكره عربي، مش عارف هذاكر الصبح ولا اذاكر الظهر ولا اذاكر العصر، فاصحى الصبح تلاقي مثلا واحد صاحبك بيقول لك يلا ننزل شويه، فتنزل شويه وتقول وانا كده كده عليا عربي لما ارجع بعد الظهر ابقى اذاكره. لكن انت لو محدد بوقت ان انا من الصبح للظهر هعمل كذا، ومن الظهر للعصر هعمل كذا، ومن العصر للمغرب هعمل كذا، فكده تمام.
واحسن حاجه انك تحدد مواعيد الصلاه. دي طبعا طريقه ونصائح عامه للمذاكره، لكن كل ماده ليها كام حاجه كده خصوصا تفرق معاها جدا، ودي اللي انا عامل لك بيها فيديو لكل ماده، فعشان كده عامل سبسكرايب وفولو للقناه. ودي كانت النقطه الثانيه معانا من 10 نقط انا بس كده كتبتهم وشفت ان دول اهم 10 نقط فرقوا معايا. النقطه الاولى قلنا وهي نيتك وهدفك المحدد. النقطه الثانيه قلنا وهي طريقه مذاكرتك، ودي كان تحتها كذا نقطه، ولسه معانا 8 نقط تانيين. والله يا صديقي بجد كلمتين من القلب، كل التعب بيزول، مفيش اي تعب هتفتكره، بجد مفيش اي تعب هتفتكره. انا لو جيت دلوقتي سالتني هل فاكر اي حاجه من اللي حصلت في الثانويه، هل فاكر ايام طبقت فيها، ايام تعبت فيها، درجات وحشه جبتها؟ مش فاكر اي حاجه. انا فاكر يوم النتيجه وفرحه اهلي بيها، مش فاكر حاجه تاني. فوقت ما تيجي نفسك، وقت ما تيجي تلاقي نفسك تعبان، ذكرها وقول لنفسك انا كل التعب ده هيروح ومش هيبقى غير النتيجه بتاعتي. وانتظرني في فيديوهات تانية جاية عشان نكمل لك اهم 10 نقط يفيدوك في خطتك للثانوية العامة في اخر شهرين دول. وما تنساش يا صديقي، سيب اثر طيب وتعلم تفيد الناس. سلام.